كل سنة وانتم طيبين وبخير. معانا النهاردة أكلة من الأكلات اللي الكل بيستناها، وهنعمل مع بعض النهاردة الممبار. هنعمله بالأشكال بتاعته، الأصابع والسواريه، الممبار البوبس. وده بيبقى شكله شيك جدا في أي عزومة، وبيبقى شكله جميل على السفرة. من مجموعة أكلات عيد الأضحى اللي هنعملها مع بعض، وهعرفك كمان طريقة التسوية الصح اللي تخليه ما يفرقعش منك وتخلي الرز من جوه يكون مستوي كويس. كمان هقولك على أسهل طرق للحشو هينجزوا معاكي جدا. هقولك كمان على تريكات في الخلطة هتفرق معاكي في الطعم جدا وهتعتمديها ان شاء الله. هنسمي بسم الله وهنبدأ بأول حاجة هنعملها، وهي الخلطة اللي هنحشي بيها الممبار. في حلة على النار هنحط كوباية من الزيت، وفي الخلطة بتاعة الممبار انا بفضل الزيت اكتر من السمنة، لان هو بيبقى فيه الدهون بتاعته بتبقى زيادة، واللي بيفضل برضو ان هو يحط سمنة ممكن يحط، مفيش مشكلة. لما الزيت يسخن هبتدي اضيف البصل. هشوح البصل في الزيت لغاية ما يدبل، لغاية ما لونه يبقى شفاف، مش عايزاه يتحمر، عايزاه يدبل ويبقى لونه شفاف بس. هضيف له كمان معلقة من الملح عشان يطلع الطعم بتاعه ويتشوح معايا بسرعة، وهقلب شوية واسيبه على النار لغاية ما اوصل للون اللي انا عايزاه. وده شكل البصل اللي انا عايزاه زي ما احنا شايفين. وهجيب البصل بالمعلقة على جنب كده عشان احط التوم يتشوح مع البصل كمان. هنا عندي 5 فصوص من التوم مفرومين، والثوم من الحاجات اللي بتفرق جدا في طعم الخلطة. وهقلبه شوية مع البصل، وهضيف معلقتين من معجون الطماطم او صلصة الطماطم، وهقلب كويس مع البصل والثوم. والخطوة دي بتفرق جدا في الطعم، وقلناها في الفيديوهات اللي فاتت. الخطوة دي بتضيع طعم المواد الحافظة اللي موجودة في صلصة الطماطم المعلبة، وبتعزز طعم الصلصة واللون بتاعها. هقلبها شوية مع البصل والثوم. ودلوقتي هضيف الطماطم المفرومة، انا فرمها ناعم في الكبة مش عاملاها عصير. وهضيف معلقة من الملح، وهقلب كل المكونات دي مع بعضها، وهسيبهم يغلوا شوية عشان الطماطم تتسبك كويس. وكده يبقى وصلنا للقوام المطلوب اللي احنا عايزينه. الطماطم اتسبكت بس مش قوي برضو، لسه فيها سوائل شوية. هضيف بقى معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الكمون، ومعلقة من السبع بهارات، ومعلقة من الكزبرة، وحوالي معلقة من النعناع الناشف، وده بينقل الطعم في حتة تانية خالص. عايزة اقولكم يا جماعة، البهارات والنعناع الناشف من اساسيات الطعم المميز للممبار. هنقلب كل الخلطة دي كويس مع بعض، وهنسيبها تغلي شوية على النار عشان البهارات تطلع النكهة بتاعتها. ودلوقتي في المرحلة دي خلاص كده هطفي النار. هضيف بصلاية مفرومة نية، وده بيدي تسكيرة لطعم الخلطة. وهضيف الخضرة، شبت وبقدونس، كزبرة، وهضيف كمان فلفل اخضر عادي او سبايسي. وهقلب كويس كل المكونات دي مع بعضها. البصلاية المفرومة النية والخضرة والفلفل الاخضر بضيفهم بعد ما اطفي النار خالص، وبكده يبقى احنا خلصنا الخلطة. وده شكلها النهائي، متسبكة بس لسه فيها برضو سوائل شوية زي ما احنا شايفين كده، سوائل بسيطة عشان الرز بتاع الممبار يستوي كويس. وده كيلو من الممبار، وده ممبار بلدي. بنعرفه ازاي؟ من الدهون اللي موجودة فيه، لان الممبار الصيني او المستورد ما بيبقاش فيه الدهون اللي موجودة في البلدي. وزي ما انتوا شايفين كده الممبار متنضف كويس جدا، مغسول بالملح والليمون كمان. والليمون والملح كمان من الحاجات الأساسية في تنظيف الممبار، بيساعدونا جدا اننا نتخلص من اي ريحة زفارة موجودة. حتى لو بنجيبه متنضف من عند الجزار لازم نعيد عليه كذا مرة، لان طبعا ما بيبقاش متنضف كويس جدا، فلازم نعيد عليه بالسكينة ونعيد عليه في الغسيل كذا مرة لغاية ما نتأكد ان هو وصل للنتيجة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. والطريقة اللي احنا شايفينها قدامنا دي من اسهل الطرق اللي ممكن نقلب بيها الممبار.
هتسهل عليكي كتير، حتى لو قدامك كمية كبيرة هتقدري ان انت تعمليها في وقت قليل. زي ما انتوا شايفين كده، طريقة سهلة جدا وبسيطة. كده خلاص هو اتقلب معايا بكل سهولة، شايفين؟ وطبعا انا ما قطعتهاش لحتت صغيرة لان ده اللي هعمله ممبار بوبس، وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي هنعمله بأبسط طريقة. وده شكل الخلطة بعد ما حطيت عليها الرز. شايفين اللون عامل ازاي؟ وهو ده اللون المطلوب للخلطة عشان نعمل بيه الممبار. وانا استخدمت كيلو من الرز، يعني كيلو الممبار بياخد كيلو من الرز. عايزة اقول لكم ان ريحة النعناع الناشف مع البهارات في الخلطة من قبل ما تستوي ريحتها خطيرة جدا. وهنا الخلطة كانت محتاجة بس شوية كمان من الزيت. الزيت كمان بيساعد ان الرز جوه الممبار ما يبقاش معجن. فدلوقتي هضيف شوية من الزيت وهقلب كويس جدا، وبكده يبقى الخلطة جاهزة على الحشو. وده الشكل النهائي للخلطة. شايفين يا جماعة مليانة بصل وطماطم وخضرة عشان الممبار ما يطلعش مكتوب معانا. وهبتدي دلوقتي ان انا احشي الممبار. هاخد جزء من الخلطة في بولة. الخطوة دي انا بعملها تحسبا، يعني عشان لو اتبقى خلطة تبقى نظيفة واقدر استخدمها في اي نوع من انواع المحاشي. فكل ما بخلص جزء باخد جزء تاني لغاية ما بخلص كمية الممبار اللي عندي. ودلوقتي هبدأ احشي الممبار، ودي طريقة سهلة برضو. بمسك الممبار بالطريقة دي وابدأ ان انا احشيه، ودي طريقة سهلة جدا برضو زي ما احنا شايفين كده. ودي من اسهل الطرق للحشو برضو. احشي شوية وابتدي ان انا اوزع الرز بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، واكمل برضو بنفس الطريقة واوزع الرز تاني. وانا مقطعتش دي لانها هي دي اللي هعملها الممبار البوبس، عشان كده محتاجاها ان هي تكون حجمها طويل. بحاول اوزع الرز كويس جوه الممبار بالحجم ده، اخليه رفيع كده ما يبقاش سميك زي ما احنا شايفين. ودي اهم حاجة ان هو ما يبقاش مليان رز قوي، لازم اعمله بالسمك اللي احنا شفناه ده دلوقتي. وهنشوف دلوقتي مع بعض الطريقة التانية للحشو، وهي ان انا بستخدم حتة من الازازة زي ما احنا شايفين كده. ودي طريقة سهلة جدا برضو زي ما احنا شايفين كده، وهوريكم دلوقتي بنعملها ازاي. ابتدي ان انا ادخل الممبار في الازازة، واحاول بقى ان انا اتحكم فيها وامسكها كويس عشان ما تفلتش مني وانا بحشيها. وهحط دلوقتي الرز في الازازة، وهحاول ان انا دلوقتي احشي زي ما احنا شايفين. بأي حاجة عندكم تحاولوا ان انتوا تزقوا الرز يدخل جوه الممبار. الطريقة دي سهلة جدا برضو. الطريقة دي والتانية هما اسهل طريقتين في حشو الممبار. وهكمل باقي الكمية بنفس الطريقة دي. ودلوقتي هعمل الممبار البوبس. هجيب خيط، اي نوع من انواع الخيط بتاع اللحمة الباردة او اي نوع في البيت موجود عندك، وهقطعه لقطع متساوية برضو زي ما احنا شفنا كده. وهبقى مجهزة الخيط جنبي وهاخده واشتغل بيه على طول. وهقسم دلوقتي الممبار على حسب الحجم اللي انا عايزاه للممبار البوبس الصغير زي ما احنا شايفين كده. هقسمه على مسافات متساوية عشان يبقى كله طالع قد بعضه. بعد كده هجيب الخيط وابتدي ان انا اربط الحتة اللي انا عملتها عشان افصلها عن الباقي، بحيث انه لما يتسلق يبقى متقسم على حسب الحجم اللي انا عايزاه. وطبعا واضح قدامكم الطريقة اهي. واحاول ان انا مخليهوش مليان رز زي ما احنا شايفين كده. بفضي شوية وبعد كده بقسمها واربطها عشان كمان لما ينزل في المية بتاعت السلق ما يبقاش مليان فيفرقع في المية. احاول بقى ان انا اعمل الكمية دي بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم، يعني بقسم بالحجم اللي انا عايزاه وبعد كده بربطه بالخيط. وده شكله النهائي بعد ما خلصت الكمية كلها. هبتدي ان انا اخرمه بالدبوس عشان لما يتسلق ما يفرقعش.
وكده خلاص خرمت الكمية كلها. وهنروح دلوقتي لمرحلة السلق. هنحط مية على النار، ولما توصل لمرحلة الغليان هنحط ورق لورا و3 فصوص من الحبهان. هنحط كمان مستكة ودي بتفرق في الطعم جدا، ربع معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من الملح. وهننزل الممبار في المية بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين، وهننزل الكمية كلها، واهم حاجة تكون المية بتغلي كويس. واهم حاجة في التسوية، ودي التركاية اللي انا قلتلكوا عليها، عشان الرز يطلع مستوي من جوه كويس جدا والممبار مستوي برضو من بره كويس. اول ما بننزله في المية عشان يتسلق هنسيبه اول ربع ساعة بيستوي فيها على درجة حرارة عالية. بعد كده هنبتدي نهدي النار، تكون درجة حرارة متوسطة، ما يبقاش درجة الحرارة واطية قوي، تبقى متوسطة. الطريقة دي بتخلي الرز من جوه يستوي كويس وياخد راحته في السوا، والممبار من بره يكون مستوي كويس جدا. هنشوف دلوقتي الشكل التاني اللي عملناه، اللي هو الشكل العادي بتاع الممبار. شايفين الحجم بتاعه بيبقى قد ايه؟ السمك بتاعه ما بيبقاش مليان رز، وانا بفضل اقطعه بالحجم ده عشان لما يتسلق ما يطلعش كل الرز اللي فيه، وبرده في نفس الوقت بيبقى الشكل بتاعه مناسب بعد ما بيتسلق. ونحاول نفضي الرز اللي في الجوانب عشان لما ينزل في مية السلق يقفل كويس وما يطلعش الرز منه. وهنحط مية على النار لغاية ما تغلي كويس، وهنحط فيها برضو منكهات، ورق لورا وفلفل اسود وحبهان ومستكة وملح. وهننزل بالممبار في المية كده زي ما احنا شايفين. همسكه من الجوانب بتاعته، هنزله في المية وهو بيقفل لوحده وبيلم زي ما احنا شايفين كده. وبرضو طريقة التسوية واللي بتفرق جدا في التسوية بتاعته ان احنا بنخليها في اول ربع ساعة على درجة حرارة عالية جدا لغاية ما يغلي كويس، وبعد كده بنهدي النار على درجة حرارة متوسطة، وبيكمل سوا لمدة ساعة الا ربع. وده شكله بعد ما استوى. شايفين لون الخلطة باين من الممبار من بره ازاي؟ وفي ناس برضو بتحب تاكله من قبل ما يتحمر وهو بالشكل ده، وطعمه بيبقى جميل جدا برضو. دلوقتي هنبتدي ان احنا نحمره في زيت سخن قوي، والزيت برضو ما يبقاش قليل عشان يتحمر من كل الجوانب ويبقى كله لون واحد. وبرضو هنفضل نقلبه في كل الاتجاهات عشان كله ياخد لون واحد زي بعضه. وده شكله بعد ما اتحمر. شايفين من جوه الخلطة لونها عامل ازاي، والرز مستوي كويس جدا. ودلوقتي هنحمر الممبار البوبس. ولو لسه مكملة معايا لحد هنا وعجبتك الوصفة، اضغطي لايك واعملي لي اشتراك عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها، وعشان تكملي معايا باقي اكلات عيد الاضحى. وكل سنة وانتم طيبين. لو عندك اي سؤال او استفسار، اي حاجة مش واضحة في الفيديو، ابعتيلي في التعليقات وهرد عليكي على طول.